بزاف ديال الناس كيدويو على حكيمي وبونو، وهذا الشيء عادي حيت عندنا نجوم عالميين كيلعبوا في اعلى مستوى. ولكن كاين واحد السر اللي اهم من هذا الشيء كامل، هو اللي كيخليني انني مآمن ان المنتخب المغربي غادي يدير شي حاجه اللي كبيره وكبيره بزاف في هذا المونديال ديال 2026 ان شاء الله. قبل سنوات كان المنتخب المغربي غير الا وقف قدام منتخب اللي كبير بزاف كان كيدخل مخلوع للماتش، ما كيلعبش شي ماتش اللي بروفيسيونيل. ولكن من مورا ما جا الركراكي وفي المونديال ديال 2022 بان بانه واحد الفرقه اللي تجمعات فرقه في المستوى الكبير اللي دمج فيهم واحد الثقه وواحد الرغبه في الفوز اللي كبيره وكبيره بزاف. وانتم شفتوها في المونديال ديال 2022 اللي كانوا اللعابه كيلعبوا بواحد القوه وواحد الشراسه اللي كبيره وكبيره بزاف. وهذا العام ان شاء الله كنتمناو انه هذه الانطلاقه ديال وهبي تكون مزيانه. وراكم شفتوا في الماتش ديال مدغشقر ربحوا الدراري ب 4-0 وكان اداء ونتيجه، والاداء كان تبارك الله مزيان ومزيان بزاف. وبالاخص اللعابه اللي كانت عندهم ديجا تجربه بحال أناحي، بحال الامرابط، بحال السيباري، بحال رحيمي، بحال الكعبي، كانت عندهم تجربه اللي عاونوا بها الدراري الجداد اللي دخلوا معنا في المجموعه ونساجموا. وانتم شو كلشي على عينيكم بانه داز واحد الماتش اللي زوين وزوين بزاف. وكنتمناو الماتش الجاي ان شاء الله اللي غيكون ودي انه الدراري يلعبوا بالعقل ويتفادوا الاصابات اللي غتغيبهم على المونديال ديال 2026. وكنتمناو من الدراري انهم يدخلوا بجديه في الماتشات ديال المونديال وما يتخلعوش، وما تخلعنا لا برازيل لا حتى شي حاجه، لا فرنسا لا ارجنتين. هما عندهم لعابه وحتى حنا عندنا لعابه اللي بروفيسيونيل وكيلعبوا في مستويات عاليه، ما يتخلعوش الدراري ونلعبوا بشويه علينا وكل شيء. والسر ديال الفرقه اللي عندنا في المنتخب واللي كيعترف بها العالم كامل هو ديك الثقه وديك الشراسه اللي كيلعبوا بها الدراري اللي كيدخلوا للتيران كيحطوا ريتهم وكيلعبوا بكل اريحيه وكيبقاو مقاتلين حتى لاخر دقيقه وكيلعبوا بحال الا لاعبين اخر ماتش ليهم في حياتهم. كتشوفوا اللعابه كيبقى يتقاتل حتى كيصفر الحكم ما كيهبطوش يديهم. وهذا الشيء اللي بغينا حنايا في المونديال ديال 2026، بغينا نشوفوا نفس القتاليه ولا اكثر اللي كانت في المونديال ديال 2022. بغينا من الدراري يكونوا مقاتلين ويكونوا رجاله ويجيبوا هاد لاكوب هذه ان شاء الله. وبغيتكم نتوما في التعليقات تكتبوا لي فين غادي يوصل المنتخب ان شاء الله في هذا الكاس هذه ديال كاس العالم اللي غدار اللي غتبدا في هذا الشهر السادس نهار 11. شحال غادي يوصل في نظركم؟ واش الثمن، واش الربع، واش النصف؟ وعلاش لا ما نديوش حنا كاع لاكوب؟ علاش غنبقاو نضاربوا ديما حنا النصف، حنا الثمن، حنا الربع؟ وكنتمناو يدوزوا من المجموعات، يدوزوا هما الاولين ان شاء الله. وكتبوا لي في التعليقات شحال كتمناو ان المغرب يربح البرازيل ان شاء الله. وكنتمنى انكم ديروا لايك لهذا الفيديو هذا وبارطاجيوه وتهلاو.